السلام عليكم وعلى كل اللي بيشوفونا، واهلا بيكم في مطبخ ساسي. ان شاء الله النهارده هنعمل نوع من انواع الحلويات التركيه، عامله زي الجلاش، اسمها دلبر. يلا نشوف الطريقه. اول حاجه هنعمل السيرب او الشربات. في كسرولة على النار هضيف كوبايه ونص سكر، كوبايه ونص سكر يعني 300 جرام سكر، عليهم كوبايه ونص برضو ميه، كوبايه ونص ميه يعني برضو 300 جرام ميه او 300 ملي ميه. هضيف عليهم عصير نص ليمونه. في بنات كتير وانا قلت قبل كده بيقولوا لي ان السيرب بيسكر معاهم، يرجع يبقى زي السكر بعد ما بيبرد، ده عشان بتضيفي الليمون متاخر. حطي الليمون مع السكر مع الميه كله مع بعضه في الاول، واضيف ربع معلقه صغيره فانيليا، وهقلبها واسيبها لحد ما تغلي. اول ما تغلي هوطي عليها لتحت وهسيبها على النار. عايزه سيرب ما يكونش قوامه تقيل وما يكونش قوامه خفيف، وسطي. بالنسبه للمكونات، معايا 350 جرام دقيق كل الاغراض. 350 جرام دقيق يعني كوبايتين وربع دقيق كل الاغراض. عليهم نص كوبايه زيت او 100 ملي زيت، عليهم نص كوبايه زبادي او نص كوبايه لبن رايب. نص كوبايه يعني 100 ملي او 100 جرام. هضيف لهم بيضايه، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره خل، رشه ملح، وهعجنهم في الميكسر. انتي ممكن تعجني على ايدك. هعملها على شكل ايه كده، ايه مستطيل رول كده، وهقطعها على حوالي 12 قطعة قد بعض. 12 قطعة، وزن القطعة حوالي 52 جرام للناس اللي عندهم ميزان. اللي ما عندهمش قطعيهم ايه قد بعض. هعملهم كلهم كور. العجينة تبقى ريحتها حلوة قوي، وهي بتبقى مزيتة شوية، يعني تبقى فيها نسبة طبعا الزيت فيها كتير، فهي بتبقى ايه مدهننه شويه. هغطيها واسيبها ترتاح لمده ساعه كامله قبل الفرد. بعد ساعه هستخدم النشابه او المردنه دي. ممكن تستخدمي المردنه العاديه، انا هستخدمها برضو، بس المردنه دي ان شاء الله هستخدمها في حاجات تانية. انا عاملاها عند النجار زان، وطولها حوالي 4 تشبار وعقلتين صباع. دي هنستخدمها في حاجات كتير بعد كده ان شاء الله. ابقوا اعملوها. عملتها مش غاليه، عملتها ب10 جنيه عند النجار، يعملها لك ايه خشب زان، تبقى حلوه قوي. هاخد اول كوره ومعايا نشا. لازم نشا، دقيق لا، ما ينفعش دقيق. تمام اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. لان دي عجينه العجينه دي شبه عجينه الجلاش، لازم نشا. هحطها على جنب. هعمل تاني كورة بنفس الطريقة. وبعدين هحط نشا على الطبقة الأولانية. لازم يكون بين كل طبقة وطبقة نشا. ليه بقى؟ علشان خاطر ال12 كرة دول احنا هنعملهم كلهم فوق بعض. لما نيجي نفردهم بالمردنة، لو مفيش ما بينهم نشا او بينهم دقيق، هتلاقي كل الطبقات لزقت في بعض وبقت عبارة عن عجينة واحدة. لكن احنا عايزين
ان هما يبقوا مورقين، بعد ما نفردها تبقى مورقه وتبقى عامله زي الجلاش. اعمل واحده تالته وهحط طبقه نشا تاني. وارجع احط نشا تاني اهو، وهعمل الطبقه اللي بعدها الرابعه وهكذا وهكذا لحد ما اخلص ال 12 كوره. هحطهم كلهم، هعملهم طبقات واحطهم كلهم فوق بعض. بعد ما خلصت ال 12 طبقه هحطهم نشا برضو، كله نشا، شغلنا كله هيبقى بالنشا. وبايدنا الاول نوسعها شويه وبعدين بالنشاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تفضليش تفردي فيها على طول على ناحيه واحده، لا لازم تقلبيها. ليه بقى؟ عشان لو فضلتي تفردي على ناحيه واحده زي ما احنا شايفين، الناحيه اللي تحت هتبقى الطبقات فيها صغيره، الطبقات هتفضل تفرد من فوق ومن تحت. لا شايفين اهي الطبقات اهي بانت اهي. عشان كده احنا لازم نفرد من هنا كمان عشان الطبقات دي تلم على الطبقات اللي تحت، يبقى كلهم بسوا واحد اهي. ده سمكها اهو، مش سميك قوي ومش رفيع قوي. معايا قطاعه. لو ما عنديش قطاعه اشتغلي عندك كوبايه بس يكون القطر بتاعها يكون صغير شويه. من عند الحروف واقطع عشان خاطر بس ما نهدرش، نستفيد من كل العجينه. لو عندك قطاعه مشرشره تبقى حلوه برضو استخدميها. في قطعات بتبقى واخده شكل ايه مشرشره كده، بتبقى لطيفه. بعدين هشيل كل الزيادات دي مترجعيش تلميها وتقولي هكورها واعمل بيها خلاص، يعني هنتصرف فيها بس ما ينفعش، لان خلاص لو عجنتيها الطبقات بتاعتها خلاص تبقى راحت. معايا سوداني، ممكن تستخدمي اي مكسرات تانية، ممكن تستخدمي عين جمل اللي هو الجوز، او لوز مثلا، لوز بس تكوني مكسراه وما يكونش متحمص ولا حاجه. ونيجي جوه اهي الحاجات دي ما ينفعش بقى تقولي مثلا، حد يقول لي ممكن احشيها مهلبيه، ممكن احشيها كاستر، لان هي ما بتتقفلش زي ما احنا هنشوف اهو. اهي بس تعملي كده بس، ما تمسكيهاش بقى وتقومي قافلاها او بالشوكه وتقفليها، لان احنا عايزينها ما تبقاش مقفوله، لان هي لما تدخل الفرن هتفتح وتلاقيها مورقه. تمام اهي. نعمل واحده كمان. بس كده اهي مفتوحه. معلش في خطوة يظهر وانا بصورها الكاميرا كانت مقفولة. انا بعد ما قطعت كمية الجلاش كلها وحشيتها وحطيتها في الصينية، سواء صينية بايركس او اي صينية تانية، مش لازم صينية بايركس. قبل ما تدخليها الفرن تجيبي سمنة او زبدة سايحة وما تكونش سخنة، وتدهني كل الحلويات اللي موجودة، تدهني الوش بتاعها كلها بالسمنة او بالزبدة. وبعدين بندخلها الفرن على درجة حرارة 180، بتقعد حوالي يعني من 25 ل 30 دقيقة. الصينية قعدت في الفرن نص ساعة. الصينية سخنة، مطلعها من الفرن مولعة. هضيف لها السيرب بارد اهو. بسم الله الرحمن الرحيم.
فات شويه سيرب صغيرين مش هحطهم بقى. بتمنى انكم تشتركوا في القناة عن طريق الضغط على كلمة اشتراك اللي موجودة تحت اي فيديو. ولو عايزة فيديوهاتي توصلك اول باول، يبقى لازم كل فيديو تعملي عليه لايك وتكتبي تعليق او تعملي مشاركة، علشان دايما توصلك الفيديوهات نتيجة التفاعل على الفيديو. وان شاء الله المقادير هتلاقيها موجودة تحت الفيديو في صندوق الوصف. صندوق الوصف قدامنا على الشاشة، موجود في الجنب مثلث. المثلث ده تضغطي عليه هيفتح لك صندوق الوصف. زي ما احنا شايفين هتلاقي مكتوب اضغط هنا لمشاهدة المقادير. اضغطي على اللينك اللي لونه ازرق في صندوق الوصف، هتلاقي رابط الموقع، موقع مطبخ ساسي. اضغطي عليه هيدخلك على الموقع، هتلاقي الوصفة مقاديرها مكتوبة. بتمنى الوصفة تكون عجبتكم النهاردة. مستنية تعليقاتكم واعجاباتكم على الفيديو ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة. كانت معكم ساسي من مطبخ ساسي مصر. باي باي.